متابعيني الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة رائعة جميلة مختلفة جديدة هتعجبكم إن شاء الله. هعملها بشكل مختلف بصوص شوكولاتة جميل. أنا نزلت بكوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سكر مع بعض بالهاند بلندر بالشكل ده، ولازم يتخفقوا كويس جدا. ونزلت كمان ب2 معلقة كاكاو خام، وطبعا هضربهم كلهم مع بعض كده بالهاند بلندر لوقت ما يختفي معايا البودر بتاع الشوكولاتة او الكاكاو نهائي. دول عدد 3 بيضة هنزل بيهم برضو بالشكل ده، وانا بخفق بالهاند بلندر بالشكل كده. وطبعا طالما في بيض بحب دايما اضيف معلقة خل كبيرة، بتديني قوام حلو، بتضيع ريحة الزفارة من البيض نهائي، وبتبقى بتطعم معايا الكيكة. عندي الدقيق هنا، بس انا مش بتقيد بمقدار معين، لا انا باخد طلبي او كفايتي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ولازم طبعا بنخله عشان الكيك معايا يبقى خفيف. ودول طبعا معلقتين نشا مع كيس بيكنج باودر بالشكل ده. وطبعا هنزل بيهم كده فوق الخليط بالشكل ده عشان الهواء يتغلل معايا في الكيكة، يديني خفة ويديني طراوة. وطبعا عندي الصينية مدهونة سمنة، بس انا مش هحط دي المرة دي. انا نزلت بمعلقتين 3 نشا بالشكل ده، وطبعا غربلتهم كويس، وزعتهم بالشكل ده. الجديد المختلف ان انا هسويها بالكوبايات اللي قدام حضراتكم دي، على اساس اني انا بعد ما تستوي هاخد فراغات الكوبايات تبقى معايا اوزع فيها الصوص الجميل بتاع الشوكولاتة اللي انا هسقيها بيه. وهي بقت معايا جاهزة، هتدخل الفرن على الشبكة. درجة حرارة طبعا ما بين 170 180 درجة، ما تزيدش عن كده وما تنقصش عن كده. وهنا طبعا هعمل الصوص اللي انا هسقي بيه الشوكولاته بعد قصدي الكيكه بعد ما تستوي. كوبايه لبن طبعا، 2 معلقه كاكاو خام، دول 4 معلقه باستر كريم، وده كيس كريم شانتيه وبس، مش اكياس، لا انا جبته بودر من عند العطار. وبقوا معايا بالشكل ده جميل. هخفقهم كويس جدا، مش عايزه القوام يبقى تقيل، عايزه قوام يعني هش شويه، على اساس ان انا ينزل معايا في الفراغات مكان الكوبايات. وهنا الكيكه استوت اهي جميله جدا بعد ما خرجت من الفرن. وده الصوص اللي انا عملته قدام حضراتكم بالشكل ده. طبعا ده مش كفايه، طبعا انا محتاجه كمان. كملته بقى عندي نوتيلا انا عاملاها في التلاجة، كملت بها الكيكة بحيث ان انا اغطي الفراغات دي تماما بالشكل ده، واسويها طبعا. اتأكد ان كل مكان الكوبايات، الفراغات اللي كل مكان الكوبايات اختفت واتملت بالصوص. وطبعا شكلتها بالشكل اللي قدام حضراتكم كده عشان اخد برضو الشكل الجمالي بتاعها، بحيث تبقى حاجة طعمة وفي نفس الوقت جميلة وتفتح النفس معايا بالشكل ده. كده بقت جاهزة، منظر جميل والطعم اجمل واجمل. طبعا لما اجي اقطعها انا بقطع المربع، بطلع بالمربع كده اللي هو واخد مكان الكوباية اللي فيه الفراغ بتاع الكوباية اللي انا مليته بصوص الشوكولاتة والنوتيلا بالشكل ده. يعني هي كأنها كده هتوزع على 6 افراد. انا حطيت 6 كوبايات، بقى عندي 6 فراغات، كل فراغ هاخده في مربع بالشكل ده. جميلة رائعة، الصوص رائع ومطعم معايا الكيك، والمنظر جميل والطعم اجمل.
بقت معايا بالشكل ده. يا ريت تجربوها بجد تحفة، هتنال اعجابكم ان شاء الله، انا متأكدة. واللي تعجبه ما ينسنيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتوا مش مشتركين،